بيبدأ الجزء الثاني من فيلم الرعب جريفن كونتر مع 2 اخوات في حفلة غريبة مع اصحابهم، وبيكون أليكس الأخ الكبير متنكر في لبس واحدة ست، واخوه نيف متنكر في لبس بطل أسطوري لشخصية خيالية، وبيروحوا الحفلة وهما مبسوطين وبيفضلوا يرقصوا ويشربوا طول اليوم. وتاني يوم بيصحى أليكس واخوه نيف من النوم وبيتفرجوا على صور الحفلة بتاعت امبارح، وفجأة بيلاحظ أليكس إن جايله رسالة من شخص مجهول فيها فيديو لشاب اسمه مات وهو محبوس في مستشفى للأمراض النفسية. فبيقول أليكس لاخوه الصغير ان دي كانت تجربة لمجموعة شباب منهم مات حبسوا نفسهم جوه مستشفى للأمراض النفسية لمدة 8 ساعات، ولكن حصل أحداث غريبة وغير متوقعة جوه المستشفى خلصت على الفريق كله بعد ما حولتهم لمرضى نفسيين. وبيحكي له ان المستشفى دي كل الناس بتقول عنها مسكونة واللي بيدخلها مستحيل يطلع منها سليم، وان محدش بيقرب منها بسبب الأرواح الشريرة اللي عايشة فيها. وبيشوف في الوقت الحالي جوه الفيديو مات وهو بيتحرك في الأوضة بطريقة عشوائية وبيتكلم مع الكاميرا. فبيركز أليكس في الفيديو وبيلاحظ انه اول مرة يشوف المشهد ده لانه ما شافوش لما اتفرج على التجربة كلها، وبيستغرب ليه حد مجهول يبعت له هو الفيديو ده وعايز منه ايه بالظبط. فبيبدأ يتوتر وبيقرر انه ما يتفرجش على الفيديو مرة تانية لان التجربة كلها كانت مخيفة جدا. وتاني يوم بيروح أليكس الشغل وبيكون شغال مخرج وبيصور فيلم مخيف عن بنت وحبيبها وهم في الغابة. وفي يوم بيدخل حبيبها الغابة لوحده فبتظهر قوة شريرة من العالم الآخر وبتخلص عليه، وبتكتشف البنت جينيفر اللي حصل لحبيبها فبتدخل الغابة عشان تلحقه، ولكن في راجل مجهول بيخطفها. وبيقطع أليكس المشهد وبيروح البيت مع أخوه نيف عشان يتفرج على المشهد اللي صوروه من فيلم النهارده. وبيلاحظ وقتها ان نفس الشخص المجهول بعت له رسالة تانية فيها عنوان مستشفى كينج وود للأمراض النفسية، ودي نفس المستشفى اللي انحبس فيها مات واصحابه، ومن وقت الحادثة بتاعتهم محدش يعرف عنهم اي حاجة لانهم اختفوا جوه المستشفى ومحدش منهم ظهر مرة تانية. والحاجة الوحيدة اللي ظهرت بعدها هي الفيديو اللي صوروه جوه المستشفى للأرواح الشريرة اللي عايشة هناك. فبيتوقع أليكس ان الشخص المجهول عايزه يروح المستشفى ويعيد تجربة مات واصحابه في الكشف عن الأرواح الشريرة من العالم الآخر، ولكن أليكس بيكون متوتر ومش عارف يتصرف ازاي. فبيقرر انه يتواصل مع اي حد من الفريق بتاع مات او اي حد يعرف اي حاجة عن المستشفى الملعونة دي، بس بيكتشف ان الفريق كله خسر حياته وكمان حراس المستشفى خلصوا على نفسهم بعد الحالات الغريبة اللي شافوها هناك. وبيحكي أليكس لاخوه ان المستشفى كانت شغالة لمدة 70 سنة وكل الحالات اللي دخلوها كانت حالتهم ميؤوس منها ومستحيل يتعالجوا بعد الحاجات اللي بيعملوها. وده خلى أرثر مدير المستشفى واللي كان مهووس بالجراحة والعمليات يعمل تجارب على المرضى اللي عنده عشان يثبت أفكاره عن عمليات الجراحة في المخ. وكان أرثر السبب في ان عدد كبير من المرضى يخسروا حياتهم بطريقة مخيفة لدرجة ان في عدد كبير من المرضى كانوا بيخلصوا على نفسهم قبل ما يجرب عليهم أرثر التجارب بتاعته. وبيحكي أليكس لاخوه كمان ان في مرضى هم اللي خلصوا على أرثر بسبب الطريقة القاسية اللي كان بيعاملهم بيها. وبالليل بيروح أليكس يكمل تصوير الفيلم بتاعه مع جينيفر وبيفضل طول الوقت مركز في الرسالة اللي جات له على التليفون وبتبقى شغلة تفكيره لدرجة انه بينسى كل حاجة. وبيلغي تصوير الفيلم النهاردة عشان يرجع البيت، ولما بيرجع البيت بتوصل له رسالة جديدة من الشخص المجهول فيها صورة لانس قائد الفريق اللي حبس نفسه جوه المستشفى 8 ساعات، وبيكون تحت الصورة رقم تليفون لانس. فبيتصل أليكس بالرقم وبيعرف عنوان لانس عشان يزوره تاني يوم، وبيروح تاني يوم لبيت لانس هو واصحابه وهم متوترين لان المفروض ان الفريق كله خسر حياته وهو في المستشفى. وبيوصل بعدها أليكس للبيت وبيقابل جدة لانس اللي بتكذب عليه وبتقول له ان لانس لسه عايش معاها في نفس البيت، وبتطلب منهم يطلعوا يستنوا لانس في اوضته لحد ما يرجع من بره. فبيطلعوا لأوضة لانس وبيلاحظ أليكس ان الأوضة مترتبة بشكل مخيف، وفجأة بتدخل المربية بتاعت لانس وبتطردهم من الأوضة والبيت وبتعرفهم ان لانس هو الوحيد اللي فضل عايش بعد التجربة المخيفة بتاعت مستشفى الأمراض النفسية، ولكنه اتجنن ودخل مستشفى عشان يتعالج بعد الأحداث الغريبة اللي شافها هناك. وان جدته زعلت جدا على اللي حصل لحفيدها لدرجة ان حالتها الصحية بقت سيئة جدا، وبقت تتخيل ان حفيدها لانس خرج من المستشفى ورجع يعيش معاها في البيت. وبيرجع أليكس بعدها البيت وبيوصل له وقتها دعوة لدخول استوديو تصوير سينمائي عشان يقابل المنتج اللي كان شغال معاه لانس وفريقه واللي بيكون اسمه جيري. واول ما بيتكلم أليكس مع جيري عن تجربة البرنامج بتاع لانس بيتعصب عليه جيري وبيقول له انه مش عايز يسمع اسم البرنامج ده تاني، وبيطلب من حراس الامن يطردوا أليكس من الاستوديو. فبيرجع أليكس العربية وهو حزين ومتضايق بسبب تعامل جيري معاه وبيكون مستغرب هو ليه طرده، لحد ما بيجي جيري بنفسه وبيطلب منه يقابله تاني يوم في المكتب بتاعه عشان يتكلموا براحتهم بشرط انه ما يكونش معاه كاميرا تسجل اللي هم بيقولوه. وبالليل بيحط أليكس كاميرا مراقبة صغيرة في قلم في جيبه وبيستعد عشان يروح يقابل جيري في المكتب
المكتب. ولما بيوصل هناك بيقول له جيري ان كل المشاهد اللي في البرنامج حقيقية، وانه كان عارف ان المستشفى فيها ارواح شريرة بتخلص على اي حد يقرب منها او يفكر يدخلها من غير اذن الارواح. وفي يوم بعت فريق لانس عشان يصوروا المستشفى من جوه ويعرضوا الفيديو على الناس بعد انتهاء المهمة عشان يثبتوا ان الارواح موجودة فعلا. وعلى الرغم من انه متأكد ان الفريق كله خسر حياته جوه المستشفى ما عدا لانس اللي بيكون في مستشفى للامراض النفسية والعقلية. وبيقول له كمان ان في افراد من البرنامج مفقودين ومحدش عارف ايه اللي حصل لهم بالظبط بعد ما دخلوا المستشفى. وبيعرفوا جيري ان كل اللي شارك في البرنامج كان ماضي على اتفاقية عدم الافصاح عشان يجبرهم ما يتكلموش بعد ما يرجعوا من المهمات بتاعتهم. وبيحذروا جيري انه يتدخل في شغله وبيطلب منه ينسى البرنامج والحاجات اللي حصلت جواه لانه هو كمان ممكن يتأذي لو فضل مصمم على اللي في دماغه. فبيرجع أليكس البيت وبيوري الفيديو لاصحابه وبيبدأ يحكي لهم عن اللي حصل بينه وبين جيري وبيعرفهم انه متحمس جدا عشان يخرج فيلم جديد بنفس طريقة البرنامج او انه على الاقل يزور المستشفى هو كمان ويعمل جزء تاني من البرنامج وينزله على القناة عنده. وعلى الرغم من تحذيرات اصحابه مش بيهتم أليكس بأي حاجة بتتقاله وبيجمع ادوات التصوير اللي هيستخدمها عشان يقدر يصور الارواح من العالم الاخر. وبيتفق مع اصحابه اللي بيكونوا خايفين يدخلوا المستشفى الملعونة دي ولكنه بيطمنهم ان كل حاجة هتكون كويسة. وبيسافروا تاني يوم كلهم بالعربية ومعاهم المعدات بتاعتهم لحد ما بيوصلوا لمكان المستشفى. واول ما بيوصلوا هناك بيكونوا مبهورين بشكل المستشفى من بره بسبب البناء المعماري بتاعها. واثناء ما هما بيصوروا المستشفى من بره بيجي لهم محقق من الشرطة عشان يمنعهم وبيقول لهم ان التصوير ممنوع وبيحاول انه ياخد منهم الكاميرا بتاعتهم. فبيهربوا بسرعة بالعربية وبالليل بيرجعوا تاني مكان المستشفى وهم متخفيين عشان يدخلوا المستشفى من غير ما حد يشوفهم. وبيفضلوا مستخبيين بين الشجر لحد ما بيختفي الشرطي من قدامهم. فبيقربوا من باب المستشفى وبيلاقوا باب الدخول مقفول بقفل ضخم ومكتوب عليه تحذير ان اي حد هيدخل جوه هيشوف اسوأ كوابيسه. فبيكسروا القفل وبيدخلوا المستشفى وهم متحمسين جدا وبيبداوا يوزعوا الكاميرات في كل مكان. فبيحطوا كاميرا في الحمام وكاميرا في النفق اللي تحت المستشفى وكاميرا في اوضه فيها شباك ازاز بيفتح لوحده كل يوم. وبيتمشوا في المستشفى عشان يشوفوا اي ارواح او يتواصلوا مع اي روح من العالم الاخر. واثناء ما هم ماشيين في المستشفى بيشوفوا قدامهم لعبه ويجا ودي لعبه سحريه بيتواصلوا بيها مع الارواح بعد ما بيعملوا طقوس سحريه. فبيعملوا الطقوس وبيبقوا عايزين يعرفوا من الروح اللي معاهم في الاوضه اسمها ايه وايه اللي حصل معاها لما كانت لسه عايشه. فبتتواصل معاهم الروح وبتقول على اسمها. فبيتصدم أليكس لما بيعرف ان ده نفس الاسم اللي بيتواصل معاه وهو برضه نفس الاسم اللي كان بيبعت له الرسائل الفتره اللي فاتت. وبتتواصل وقتها الروح معاهم مره تانية وبتطلب من أليكس يصور كل حاجه بتحصل في المستشفى. وفجاه بيزيد الهواء في الاوضه وبيكون صعب جدا وبتتشال الترابيزه لوحدها من على الارض وبتطير في الهواء. فبيتخضوا وبيجروا بسرعه لحد ما بيوصلوا الاوضه كانت عباره عن عنبر للمرضى الاطفال اللي دخلوا المستشفى زمان. وجوه الاوضه دي بيشوفوا روح متجسده في جسم بنت صغيره وبتتكلم معاهم البنت وبتقول لهم انها كانت مستنيه من زمان ان حد يجي يلعب معاها. وفجاه بتتحول البنت لروح شريره شكلها مخيف جدا وبتفضل تطاردهم لحد ما بيحبسوا نفسهم في اوضه تانية. وبتختفي البنت الصغيره من قدام الاوضه وبعدها بيظهر صوت تاني قدام باب الاوضه وبيحاول انه يفتح الباب. فبيخافوا جدا لان الارواح الشريره عايزه تاذيهم ولكنهم بيتفاجئوا ان اللي بيحاول يفتح الباب عليهم هو محقق الشرطه اللي طردهم الصبح من قدام المستشفى. وبينزلهم المحقق للدور الارضي وبيطلب منهم يخرجوا من المستشفى لانه مكان مهجور وممنوع التصوير فيه. فبيتخانق معاه أليكس وبيقول له انه مستعد يمشي من المستشفى بشرط انه يلم الكاميرات بتاعته. ولحظتها بيسمعوا صوت جاي من الدور اللي فوق. فبيطلع المحقق عشان يشوف ايه مصدر الصوت وبيسمع باقي الفريق صوت رصاص من مسدس المحقق. فبيطلعوا بسرعه عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل وبيلاقوا المعدات بتاعه المحقق بس مش بيلاقوه هو. فبيقرروا يجمعوا الكاميرات بتاعتهم ويهربوا من المكان بسرعه. وفي اللحظه دي بيطلع واحد من الفريق اسمه جاريد عشان يجيب الكاميرا من الاوضه اللي فيها الشباك الازاز. وفجاه بيشوف جاريد الشباك وهو بيتفتح من وراه. فبيخاف وبيكون عايز يهرب بسرعه من الاوضه ولكن بتهجم عليه قوه خفيه وبتزقه من الشباك. فبيقع على الارض وبيخسر حياته. وبتيجي صاحبته تيسا عشان تطمن عليه. فبتشوف الشباك وهو مكسور وبتعرف ان جاريد خسر حياته. وبعدها بيجي باقي اصحابه وبياخدوا الكاميرا عشان يهربوا من المستشفى. ولحظتها بتروح تيسا عشان تجيب الكاميرا من اوضه تانية. فبتهجم عليها قوه شريره وبتخلص عليها وبتسحبها من رجلها لمكان تاني. وبيسمع باقي الفريق صوت محقق الشرطه وهو بيطلب المساعده. فبيمشوا ورا مصدر الصوت لحد ما بيلاقوا محقق الشرطه وهو مربوط في سرير ومتوصل بيه جهاز صاعق كهربي. فبيحاولوا يفصلوا الجهاز بس الوقت بيبقى متاخر وبيفقد المحقق حياته قدام عينيهم. فبيروح أليكس مع جينيفر وتريفور وبيهربوا كلهم من المكان بسرعه وبيحاولوا يفتحوا شباك في
المستشفى عشان يهربوا منه، ولكن اول ما بيفتحوا الشباك بيخرج منه روح شريرة ضخمة جدا بتجري وراهم، فبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا لباب الخروج من المستشفى، وبيشوفوا قدامهم جثة جاريد وهي واقعة على عربية الشرطة، فبيهربوا بسرعة وبيروحوا يقعدوا في فندق في المدينة، وهم مش مصدقين نفسهم انهم قدروا يخرجوا من المكان الملعون ده. وتاني يوم بينزلوا في الاسانسير عشان يمشوا من المدينة ويرجعوا المدينة بتاعتهم، ولما بينزلوا الدور الارضي بيتصدموا انهم لسه موجودين في الانفاق اللي تحت المستشفى، فبيتوتروا جدا وبيحاولوا يشغلوا الاسانسير تاني بس بيلاقوه متعطل ومش شغال، فبيمشوا في الانفاق لحد ما بيظهر قدامهم دخان لونه اسود، وبيكون في ارواح شريرة جوه الدخان والانفاق، فبيفضلوا يجروا جوه الانفاق لحد ما بيوصلوا لاوضه مهجوره، وبيشوفوا وقتها لانس وهو قاعد بيكتب على الجدار، فبيستغربوا لان المربيه بتاعته قالت انه في المستشفى، ولكن الحقيقه انه فضل محبوس هنا لمده 9 سنين كاملين. فاليكس بياخده معاهم لانه عارف كل حاجه عن المستشفى وهيقدر يساعدهم عشان يخرجوا من هنا. وبيكون لانس تصرفاته غريبه جدا بسبب المده الطويله اللي قضاها في المكان ده، فبيقول لاليكس واصحابه ان المكان ده مسحور ومسكون وبيتغير كل يوم، وقادر كمان انه يقنعك بحاجات مش حقيقيه، وبيقول لهم كمان انه عدى من كل الابواب اللي في المستشفى ما عدا باب واحد لونه احمر ما قدرش يعدي منه ولا مره، وبياخدهم عشان يوريهم الباب، وبيقول لهم انه متاكد ان الباب ده هو الباب الوحيد للخروج من المستشفى، ولكن الباب بيكون غريب لانه ملوش اول من اخر وكانه صوره متعلقه في نص الاوضه، فبيروحوا كلهم عشان يجيبوا المعدات بتاعتهم عشان يفتحوا الباب ده لانه مقفول بسلاسل حديد وقفال ضخمه، وفي الطريق بيفتح لانس باب قدامه فبيلاقيه مسدود، فبيقفلوا ويفتحوا تاني، فبيلاقوا نفسهم في الدور التاني في المستشفى، وبيدخلوا اوضه من الاوض وبيبدا يكسر لانس في الجدار، فبيكتشف ان الجدار هو نفسه سطح الدور الاول، فبينزلوا واحد ورا التاني من الفتحه اللي عملها لانس، وبيلاقوا المعدات بتاعتهم في الدور الاول، فبيقول لهم لانس يرتاحوا شويه وبعدها يكملوا طريقهم في المستشفى عشان يهربوا. واثناء ما هم نايمين بتظهر قوه خارقه خفيه وبترفع الكاميرا من شنطه تريفور وبتصورهم وهم نايمين، وبيصحى بعدها تريفور من النوم عشان يدخل الحمام، وبياخد الكاميرا معاه عشان يسجل كل اللي بيحصل، ووقتها بيهجم عليه لانس وبيخنقه لحد ما بيخلص عليه، وبياخد كل المعدات وبيكمل طريقه لوحده. ولما بيصحى أليكس من النوم بيشوف تسجيل الكاميرات وبيعرف ان لانس هو اللي خلص عليه وسرق المعدات منهم، فبيتعصب أليكس وبيكون عايز ينتقم منه بسبب اللي عمله، وبتكون جينيفر متوترة وخايفة لانها مش عايزة تخسر حياتها، فبيطمنها أليكس وبيعرفها انه هينقذها وهيخرجوا من هنا من غير ما يحصل لهم اي حاجة، فبتطلع جينيفر الخريطة من الشنطة وبيقرروا يمشوا ورا الخريطة عشان يوصلوا لمكان الباب الأحمر. وقتها بيكون لانس في طريقه للباب الأحمر عشان يخرج من المكان، وبيقدر انه يكسر السلاسل عشان يعدي من الباب، ولكنه بمجرد ما بيعدي من الباب بيكتشف انه لسه موجود جوه نفس الأوضة، فبيجري بسرعة لأوضة واحد من المرضى، وبيكون على الجدران معلومات للخروج من المستشفى، فبيلاقي انه مكتوب على الجدار انه لازم يجمع كل الشرايط اللي اتسجلت جوه المستشفى ولازم واحد بس اللي يخرج من الباب. وساعتها أليكس وجينيفر بيلاقوا أوضة كانت معمل اختبار لما المستشفى كانت لسه شغالة، فبيدخلوا الأوضة وفجأة بيشوفوا قدامهم دكتور وممرضين ومريضة بتولد، فبيستغربوا من اللي هم شايفينه لأن مفيش حد حقيقي معاهم في المستشفى، وفجأة بتتحول الممرضة لروح شريرة وبتهجم عليهم، فبيجروا بسرعة وبيعدوا من باب قدامهم، فبيلاقوا نفسهم عند الباب الأحمر وبيشوفوا قدامهم لانس، فبيهجم عليه أليكس عشان يضربه، وبعد قتال طويل بالإيد بيقول لهم لانس إن واحد بس منهم اللي هيقدر يخرج من المستشفى، وفجأة بتتفتح بوابة زمنية في جدار في الأوضة وبتشفط لانس عشان يدخل جواها، وبيفضل أليكس مع جينيفر في الأوضة، فبيقول لها إن لازم واحد فيهم بس اللي يفضل عايش عشان يخرج من المستشفى، وبيهجم أليكس على جينيفر وبيخلص عليها وبيعدي من الباب الأحمر، فبيلاقي نفسه في مكان غريب كله زرع، وبيفضل ماشي في المكان ده لحد ما بيطلع على الطريق، وبتيجي الشرطة تقبض عليه بسبب شكله الغريب، وبيقول له المحقق إنهم في مدينة لوس أنجلوس وبيتم القبض على أليكس، ولكنه بيخرج بعد فترة لأنه ما عملش حاجة يتحاكم عشانها، وبيبقى مخرج مشهور بعد ما بيقدم الفيديوهات اللي صورها جوه المستشفى على إنها فيلم حقيقي. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك الجميل يا رايق عشان بيفرق معانا جدا، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش أفلامنا، ولو حبيت تقترح فيلم نلخصه اكتبه على طول في الكومنتات. سلام.